إزاي نثبت إن قياس زاوية أ س ص بتساوي قياس زاوية ج ص س في فكرة زي دي؟ صلوا على النبي يا شباب. طبعًا أول حاجة هنا لازمًا نوصّل البُعد م س اللي هو بُعد الوتر أ ب عن المركز، وم ص برضه بُعد الوتر ج د عن المركز. طبعًا كلنا واخدين بالنا إن الأ ب بيساوي ج د، تمام؟ ولمّا الأ ب بيساوي ج د الوترين متساويين، يبقى إذًا أبعادهم هي كمان متساوية، أبعادهم طبعًا عن المركز. يبقى أول حاجة بما أن طبعًا قُلنا العمل هنرسم م س وم ص زي الفل. طبعًا قُلنا بقى بما أن أ ب بيساوي الج د، يبقى إذًا الميم س بيساوي الميم ص. طب دي هنستفاد بيها إيه؟ والله هنستفاد بيها إن الميم س ده بيساوي الميم ص، يبقى المثلث الصغير ده اللي هو م س ص متساوي الساقين، ومعنى إن المثلث متساوي الساقين يبقى الزوايا القاعدة متساوية اللي هي م س ص وزاوية م ص س، تمام؟ يبقى إذًا المثلث م س ص متساوي الساقين، يبقى إذًا قياس زاوية م س ص هتساوي قياس زاوية م ص س، وأسمي دي رقم 1. طيب، طب وبعدين هتعمل إيه؟ هاقول لك تعالَ بقى نروح للمعطى. بس بُص يا جماعة، الموضوع كله في البرهان إن أنت بتستخدم المعطيات اللي هو مديها لك، تمام، مع طبعًا اللي أنت ذاكرته، تمام، مع بعض كده تستنتج البرهان كله، تمام. فأنا خلاص استخدمت أول معطى، وطبعًا اللي أنت مذاكره إن أ ب بيساوي وترين متساويين يبقى أبعادهم عن المركز متساوية، وشكرًا كده، تمام. طيب إيه تاني معطى؟ قال لك س منتصف أ ب، وطبعًا إحنا قلنا في العمل هنرسم م س وم ص، تمام. يبقى أنت بما أن عندك الس منتصف أ ب، نستنتج إن الميم س طبعًا عمودي على الأ ب، نستنتج برضه إن قياس زاوية م س أ، ما هو عمودي بقى، م س أ بتساوي 90 درجة، تمام. وكذلك برضه الصاد منتصف، منتصف مين؟ منتصف الجيم د، يبقى إذًا قياس زاوية م ص ج بتساوي برضه 90 درجة. طبعًا لو لاحظت بقى إن زاوية م س أ بتساوي قياس زاوية م ص ج، طبعًا بتساوي 90 درجة، وأسمي دي رقم 2. طب أنا عملت كده ليه بقى؟ هاقول لك بُص، أنت كده عايز تثبت إن زاوية أ س ص تمام بتساوي زاوية ج ص س، اللي هي يا شباب اللي مش واخد باله الزاوية دي والزاوية دي. فأنت قُلت إيه بقى، خلاص يا مستر أنا عارف إن دي كلّها 90 اللي هي م س أ، وكذلك هناك برضه م ج سوري م ص ج، تمام. وأنت استنتجت من تساوي الأ ب والج د إن م س بيساوي م ص، واستنتجنا إن الزاويتين دول متساويتين، يبقى أنت تقدر تطرحهم من بعض تستنتج المطلوب اللي أنت عايزه. إن شاء الله تكون واضحة. يبقى أنت هتقول طرح 1 من 2، تستنتج على طول إن قياس زاوية أ س ص بتساوي قياس زاوية ج ص س، وبس كده إن شاء الله. وما تنساش تصلي على النبي.